إذا السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم غنهضروا في واحد الموضوع صراحة عييت من نتفاداه، ولكن أخويا راه دوك الناس راه ما راؤوا لما. صراحة الموضوع ديال اليوم غيكون على الجزائر، ماشي على الجزائر بصفة عامة، وإنما على واحد الجرثومة جزائرية إن صح التعبير. إذا نشوفوا الفيديو ونتلاقاو إن شاء الله ونفسر لكم شنو كاين. مساحتها كبيرة في منطقتها، بس لما تبص عليها داخليا تلاقي عندها أزمة لوبيا وفاصوليا وعدس أصفر. عدس أصفر لا، حبة عليا كده يا جدعان. شايفين الطوابير؟ غالبا الحكومة فاكرة إن الطوابير ديت بتدل على نجاح المنتج. تضييع وقت وصحة الناس في الجزائر ما كانش كفاية، قامت الحكومة مزودة الأسعار 60%. فلو أنت واقف في آخر الطابور وكيلو العدس عامل 275 درهم، اعمل حسابك في زيادة، لأن على ما يجي دورك هيكون وصل لسعر جرام الذهب. ليه يا جدعان ازمه زي دي تكون موجوده في دوله كبيره زي الجزائر؟ ده ما كانش في مسؤول هيبقى قاعد في كرسي في الجزائر لو ايسر جزائري. لغايه هنا بقى ونقف. اهدى يا ايسر، اهدى في الجزائر، دي في الجزائر يا ايسر. يلا بيجامتك، العدس بتاعك والسوبر ماركت، يلا يا حبيبي. احنا بقى بندور في تصريحات المسؤولين في الجزائر عن الازمه، لقينا وزاره الفلاحه اصدرت بيان بتقول ان الحبوب والبقوليات مغرقه السوق، وان الدوله ادت حصريه استيراد الحبوب للديوان المهني. الناس بسرعه نزلت الشارع عشان تشتري، ما لقتش بقوليات. قالت الله، فين اللوبيا يا اولاد اللوبيا؟ ده احنا ساكتين لكم على ازمه انقطاع الكهرباء واسعار التكييفات وسوء اداره ازمات الفيضانات وانقطاع الميه وارتفاع اسعار اللحوم والاسماك وحرائق الغباء. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا جزائر؟ ده انتوا ناقصكم المسيح الدجال والقيامه تكون قامت عندكم. ازاي الجزائر اللي بتكفي اوروبا غاز مش عارفه تكفي نفسها من سلع غذائيه؟ لا بقى، احنا محتاجين نعرف سبب الازمه دي كويس. الجزائر فيها ظاهرة غريبة، زياده في اسعار البقوليات، ارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية. ما هي اسباب ارتفاع هذه الاسعار؟ فيه احتكار، فيه ندرة، مفتعلات، بين قوسين جشع. لانه هاد البارونات هما اللي يتحكموا في السوق. هي مؤامرة. المواطن الجزائري لازم يكون عنده بعض من الوعي. لدينا مشكل سيكولوجي متعلق بثقافة المواطن. بعض البلاد أنتج عنه تبديل يرفض. التهنيك المفروض انه ما يشريش. خليني نصارحك سي جعلالي، انتم كفلاحين تكثروا تشكيوا بزاف، مصباح انت تشكي ما راكش تحس بروحك فقط. شوف، خلونا هذا الفلاح نحسوا بانه عندنا اليوم فلاح متطور وفلاح حديث ويمارس الفلاحه العصريه. حضرتك احنا عايزين في الجزائر فلاح اي. معلش بقى، لازم الفلاحين في الجزائر يتعلموا برمجه عشان يغيروا في الصفات الوراثيه. ساعتها تعرف تزرع محشي بتنجان وتزرع كوسه باللحمه المفرومه. ادي عويضه، اعمل يد داونلود للمحصول يا هلا، وشوف الساقيه مهنجه ليه. عارف الارض ايه يا سعديه؟ الكلام ده كان زمان، دلوقتي بفرمطه. روح اتعلمي تكيت حلب البقره. جراه يا حكومه، ما تنزل لنا 2 تيره عدس برومات. إذا كما شفتوا معنا، هذا جو شو معروف، إعلامي معروف مصري كيهضر على المشاكل الاقتصادية في بعض الدول، ومن بين هاد الدول هادي حتى مصر حتى هي راه بعض المرات كيهضر عليهم عادي، ماشي مشكل. المغرب، أي دولة عربية تقريبا كيكونوا فيها شي مشاكل اقتصادية كيديرها في واحد القالب كوميدي ومزيد عليه شوية ديال السخرية، كيدير فيديو عادي عنده متتبعين ديالو، وأنا بعض المرات أنا كنتفرج فيه صراحةً. المشكل اللي وقع هنايا هو أنه زغبر الله مشى هضر على الجزائر. دابا المشكل الهضرة على الجزائر، خرجوا ليه الجزائريين كيهضروا. الجزائريين ماشي جميع الجزائريين بطبيعة الحال، الجزائريين اللي ما كيبغيوش شي واحد اللي يهضر في المشاكل ديالهم أو اللي يسلط الضوء على المشاكل الأصلية ديالهم. لا، كيبغيو هاديك هاديك كيبغيو الناس اللي يديروا اللي يسلطوا الضوء على المشاكل الوهمية. إذا نشوفوا شكون هذا السيد هذا ضيف الحلقة اليوم، ونكملوا الفيديو إن شاء الله. من المفروض انه اعلامي ساخر كما جوشو قبل ما يقدم ماده كما هذه يتاكد بانه ما تورطش في الغلط. ولكن احنا على بالنا ورانا عارفين، لانه وقع من اللسان هو يتكلم قال الدرهم، قال 450 درهم، ولا اقدروا ارجعوا للبرنامج راح تلقاوه قال الدرهم بدل الدينار. فهنا تعرف باللي اللي كتب له النص مروكي، خلاص انتهى الامر. انا إذا نجمو نشوفوا الأسئلة اشنو واقع في هذا الفيديو. هاد السيد هاد الفاصوليا ولا هاد اللوبيا هذا قال لك لا، راه جوشو هاد الإعلامي المصري جاو عنده المغاربة هما اللي كتبوا ليه الفيديو ديالو وعطاو علاش. الدليل ديالو شنو هو انه هذاك السيد فعوض ما يقول 400 درهم 400 دينار قال 400 درهم، وهو راه ما كيعرفش باللي راه هذوك الناس راه ما كيعرفوش العمله ديالك حتى شنو هي اصلا، ما كيعرفوش حتى شكون هو ولا فين عايش ولا هذه. الجزائر راه كيعرفها. خلينا ساكتين اصاحبي، واش كيتسحبوا بصح نتوما دوله قاره؟
كتحابوا الصحراء دوله عظمى واش تيقشوا اصاحبي نتوما كتكذبوا الكذبه وكتيقوها وترى ما فهمتش انا والله ما فهمت بالله واش والله لا حول ولا قوه الا بالله. دابا هذا الشيء كامل هاد الادله اللي جبد لهم هاد السيد هذا وهاد الازمات كاملين اللي بين لهم هو ما بان ليه والو، بانت لي غير قال الدرهم في بلاصه الدينار. هذه هي الدليل اللي شد هو باش يقول ليه لا راه سببنا المروك. راه اي حاجه عندهم هاد الناس هادو لا النظام اون جينيرال النظام اللي عندهم كامل من الرئيس الحكومات الجنرالات والاعلام الرسمي وهاد هاد اللوبيا وشي وحدين بحالو. هذه هي الخدمه ديالهم. خصهم الازمه ديال البلاد اللي عندهم لي فري كاينه في البلاد ما خصهمش يهضروا عليها. خصهم شنو يديروا؟ يميكوا على هذيك، يغطيو عليها ويجبدوا شي مشاكل وهميه. من بين هاد المشاكل هذه هي ديما شكون كيبان لهم المغرب. المغرب اللي واحد اليوم هنايا اي حاجه وقعت عندهم راه هادشي راه مش شحال هادي اي حاجه وقعت عندهم. شحالات العافيه راك شفتوا ديك المره شحالات العافيه في الكره الارضيه كامله في جميع الدول دازت عندهم هذيك الموجه ديال الحرائق. في الميريكان كاينه، في كندا، في السبليون، في جميع انحاء الدول العالم، في اليونان كلشي نايض العافيه الا عند الجزائر. كلشي كيقول لك كيقلبوا على كيفاش يطفيوها، كيقلبوا على الاسباب باش ما تعاودش عندهم. هما لا، المغرب اللي دار لينا المغرب اللي جا العافيه. وحق الله ديك المره عاوتاني التيرانات خاسرين لقاوهم شوها قال لك لا راه مؤامره المغرب. عاوتاني ما عرفت شنو الجراد، واحد النهار جمع عليهم الجراد قال لك سبابنا المغرب. واحد المره الفيضانات سبابنا المروك. مصيبه وحق الله. اي حاجه وقعت عندهم هاد الناس هادو كيجبدوا فيها المروك. عاود دابا ما يهضر على الازمه اللي وقعت ديال البريكس، المشكل اللي وقع عندهم ديال البريكس وديال اللي 3 سنين والنظام ديالهم كيكذب عليهم. فيق في الصباح يقول لهم البريكس، مع الغداء يقول لهم بريكس، مع العشاء يقول لهم البريكس، الغد ليه البريكس، نهار العيد البريكس. كل في اي حاجه اي تلفازه عندهم شعلتيها، اي قناه شديتيها كتلقاهم كيهضروا على البريكس. وفي الاخر جا هذاك السي كذبون الرئيس ديالهم غادي ضارب دوره قد الوطن. ما شفتش انا شي واحد من هاد الناس هاد الدول هادو اللي تقبلوا اللي من بينهم مصر، الامارات، السعوديه، اثيوبيا، ايران، الارجنتين، هادو كاملين ما داروش هادشي اللي دار السيد هذا، وهما في الاخر تقبلوا وهو في الاخر تساس. وفوق من هادشي غادي كيبوس للرجلين في روسيا بوتين. قال لي نتوما اول مره كنشوفها صاحبي زعيم ديال دوله اولا رئيس ديال دوله اولا غير ممثل ديال دوله كيمشي عند ممثل ديال دوله اخرى يقول لي راه الاستقلال ديالنا والامن ديالنا والاستقلال ديالنا مرتبط بروسيا مرتبط بكم. وترى السيد راه بقى كيدور ما فهم والو، بقى كيدور في راسو وكيضحك. وانت مخلي هادشي كامل، هاد الازمات هاد المشاكل كامله، وفوق من هادشي مشاو حاطين مليار و500 مليون دولار حاطه لهم رشوه ولا ما فهمتش. دابا دابا انت حطيتيها في البنك ديال البريكس، يعني شكون اللي غيستافد منها؟ غيستافد منها دول الاعضاء اللي كاينين في البريكس، من بينهم اثيوبيا هادو اللي دخلوا دابا، ومصر وايران والامارات والسعوديه. اذا هما اللي غيستافدوا. وانت شنو اش دخل حماركم اسبوع الفرس؟ اشنا هي الفائده اللي غترجع للشعب؟ هادشي اللي خصك تهضر فيه السي بونيف السي الفاصوليا، ماشي تهضر لا جوشو حرشوا المغاربه. تفهمكم اصاحبي شويه اللوجيك، فكروا شويه هذا ما فهمتش انا. ولكن راه بالسيف راه هاد بونيف وديك بن سديره وشي وحدين بزاف عدد منهم وما عايشين بحال هكا. النظام كيخلصهم، عندهم اجره شهريه بحال هكا. عير المغرب تخلص، هادشي اللي كاين. وتحياتي ليكم. ومازال غنهضر في هذا الموضوع هذا، ما بغيتش نطول الفيديو دابا شويه. غدا ان شاء الله ولا بعد غدا غنلوح واحد الفيديو الكماله ديال هادشي. حيت هاد السي بونيف شنو ولا كيقول هذاك جوشو كيقول النظام ديالهم، يقول لهم سيروا جيبوه، عطيوه الفلوس وجيبوه باش يبين الجزائر زوينه كما داروا مع هذاك اليوتيوبر جو حطاب. جابوه للجزائر عطاوه فلوس زباله ديال الفلوس، جابوه للجزائر باش يدير باش يروج لهم الاقتصاد ويروج لهم السياحه، وبينهم يدير لهم واحد يلمع الصوره ديالهم في امام العرب. حيت هذاك السيد عنده واحد 12 مليون متابع. منين جابوه وخلصوه وخسروا عليه
الزباله ديال الفلوس وجابوه وقالوا ليها فين تمشي وشنو تصور وشنو هادي وشنو هادي وشنو هادي، شنو دار هذاك الشيء اللي قالوا ليه. وهو بغى مسكين السيد عن حسن النيه بغى يبين باللي راه الشعب الجزائري راه كاين حداه الشعب المغربي وراهم عايشين ومتعاونين وبخير، بحال بغى يدير شي علاقه، شي بحال بغى ينظف العلاقه المسخه اللي دايرين هذوك الناس. شنو وقع ليه ملي مشى حدا الحدود؟ جات مع هذيك المرشده اللي عطينا ليه هما مرشده سياحيه، جبد التليفون ديالها ويلقى ويتبين شركه الاتصال اللي خدامه بها ديال المغرب. وتخيل معايا في الجزائر في قوه الضريبه طالع عندها انوي ولا مع اتصالات المغرب ولا مع اورانج ولا مع شناهي، طالع عندها شركه مغربيه خدامه بها. اذا الشريط الصحي الشريط الحدودي اللي كامل خدام بهذه القضيه هذه. اذا نتوما ما عندكمش حتى شركه ديال الاتصالات ما قادرين توفروها للشعب، وجاي كتقول حنايا الدوله القاره وحنا الدوله. تا صاحبي حشوم. وهذاك ومشى عاوتاني لهذاك اللي عند واحد العطار ولا ما عرفت شنو هو تما في الجزائر نيت، بدا كيسولوا على لي برودوي اللي كيبيع ولا هادي، وبدا يسمي لي هذه التحميره شي منين كتجيبوها كنجيبوها بلاصه فلانيه هذه تلقى كلشي السلعه اللي عنده جايبها من المغرب وكملها وجملها ليه باش فارها معاه. قال لي شنو هو هذا؟ قال لي الطاجين المغربي. تما فين صدقوا ديك الساعه السيد مشى في حالاتو كمل الخدمه ديالو تخلص مشى في حالاتو لاح الفيديوهات ديالو الغد ليه كيعيطوا ليه كيقولوا لي حي الفيديوهات وهذه وقرب في عوق ما يجي يلم عليهم الصوره ديالهم جا فضحهم. تحياتي الاخوان، وكما قلت لكم غنكمل لكم الفيديو، ندير الحلقه الثانيه ان شاء الله في هذا الفيديو هذا باش نكملوا على ديك السي الفاصوليا.